هاي، اهلا وسهلا فيكم باول حلقه من تو توكس بودكاست اللي رح نحكي فيه مش بس عن الشغل، عن النجاح، عن التعب، عن الضحك، وعن القصص اللي بتو ميديا عملناها مع شركائنا بالنجاح. ليش عملنا هيدا البودكاست؟ لانه ورا كل بزنس ناجح اشتغلنا معه في قصه وفي شخصيه وفي درب تعبنا سوا لنوصل ليلي وصلنا له هلا مع اصحاب هول البزنسز. وكل حلقة رح نضوي على حدا من هول الناس اللي شركتنا ساعدتهم يوصلوا لطريق النجاح، ويلي هن ساعدونا انه ننتشر اكتر ونعرف اكتر بالسوق. اليوم اول ضيف معنا نسيب، صاحب كارلاب يلي عامل ازمة بلبنان، الزلمة يلي حول حبه للسيارات والكاركتير ورا الكاميرا اللي تميز فيه لشغل ونجاح، وصار عن جد حديث البلد. حضروا حالكم لانه تو توكس اثنين رح نحكي، مش بس انا ولا هو. اول حلقة هلا رح تبلش، وان شاء الله كل حلقة بتكون اجمل من الثانية. بس اليوم مع نسيب الحكي ما رح يخلص. مرحبا نسيب. هاي بوب، كيفك؟ اول تمام. شيء ميرسي كثير على هالمقدمه الحلوه، هيدي الصراحة. وقلنا الشرف انه نكون عم نشتغل مع شركه مميزه مثلكم. Thank you وانت نسيب. قبل اصلا ما يكون في شغل بيني وبينك، نحن في صداقه قديمه صح. كثير واخوه بتعتبر صح. فرد من العائله. هالنجاح كان مزدوج بيننا وبينك، عملنا كولاب حلوة صراحة. وهالكولاب بلشت اصلا السوشيال ميديا بلشت معك، انت حمستني اطلع واحكي. صح 100%. كنت كتير بعيد عن هذا الجو وعملنا ريزلت يعني عن جد مخيفة. مثل ما كنا نقول لهم وقفنا نسيب، أول سيارات. سؤال بدي أسألك إياه، ضغطهم يعني شئنا أم أبينا، أرقام السوشيال ميديا والكومنتات ضاغط كتير عالم. هلا بالنجاح حكينا، بس انا بالنسبه لإلي الشغل كتر خير الله بيرزق الجميع. صح. وكل واحد بياخذ رزقته، ولا مره طلعنا بغيرنا. كل ما يجي انا لعند زبون من برا، بغض النظر شو كانوا حاكين مثلا غير تجار عني او قدام متضايقين مني او غيره، انا كل تاجر بقول الله يرزقه. وكل واحد بيشتغل يعني على درب المرسم له بالحياه، صح. والله يرزق كل الجميع بالنهايه. طيب سؤالي لإلك، انا بعرف كتير منيح انه انت مشيت كلمة صارت ترند بالبلد. بدي اخلي كل لبناني يسوق رنجات. صح. شو قصة هيدي، كيف طلعت معك؟ لانه هيدي مش نحن ساعدناك انك تقولها، هيدي طلعت عفوية منك وهيدي عملت خضة. هيك كنت نهار كنا عم نصور، وثابت انه كان جايين سيارات كتير من برا، وضمنهم كان بيناتهم شي 15 رنج. فشفنا انه السعر اللي عم ينطرح للرنجات بالسوق، قررت انه اكسر كل اسعار السوق مثل ما تعودوا علينا كل وخليت كل لبناني زبوناتنا، يسوق وخلت رنجات. كل لبناني يسوق رنجات. بس عملت ازمة. هي غير هالازمه اللي عملتها الرنجات. ما في تاجر بلبنان بيكفل سياره بس تطلع من عنده بخصوص الرنج. هيدا موضوع بعدين رح نحكي فيه ومطولا. مطول كتير بس هيدي، لانه بس نسيب، الكلمات اللي انت عم بتنقيها بالفيديوز اللي عم تطلع فيهم عم بيكونوا مستفزين لكتير عالم. هيدا الصراحة. هي انت بتتقصد تعمل هيك او بيطلعوا عفوي؟ لانه العالم بدها تعرف شو شخصية نسيب. اول شيء الكاركتير اللي بتشوفه على الكاميرا هو غير كليا على ارض لنسيب الواقع. غير كليا على ارض الواقع. صح. بس مثل ما اوريدي قلت لك من قبل، الله يرزق كل الجميع خيي. اللي بيكون عينه ضيقه وحسود وضل ناطر غيره ما بينجح بحياته. صح. بس نحن لا بتطلع. لا، انا بعرف انت ما بتطلع غيرك، بس اليوم في شيء انا شفته على السوشيال ميديا. يعني انت اليوم بتبيع سيارات، بعرف انه عندك شركة اجار تانية، بس اليوم صاروا اصحاب اصحاب معارض اجار السيارات بدهم يهاجموك وعم بيقارنوا حالهم فيك، وهو ما في مقارنة. يعني بالنهاية معرض الاجار شيء ومعرض البيع شيء تاني. هلا ليك رح اقول لك شغله. اول مره يمكن كنت بحكي، نزل فيديو من فتره صح. مش من زمان عن حدا كان ما عنده ريتش على البيج عنده، طلع عمل فيديو عم بيقول انه عندنا 150 سياره ومدري شو. فثاقبت نهار وعم التصوير، بيقارن حاله فيك انه انت بالنهاية بكارلاب انت بتبيع ما بتأجر. في نهار التصوير ثاقبت انه عم بيقولوا لي انه اجى منشنات على الفيديو وخلينا نطلع الرد. اول شيء هلا طلع الرد من عندك انه انا ماني بكومبيتيشن مع حدا، انا عم بلعب على سكيل معين. صح. غير كليا بعيد عن اجار السيارات وعن هيدا. الشوروم تبعي بتحكي عن حالها. الماركتينج تبعي مش انا، العائله هاي الكبيره تبع كارلب اللي عم تكبر كل يوم بعد يوم بعد يوم. فوق 150 سياره
بسنه اسم الله. كتر خير الله صرنا اسم بايعين، مش عندنا باركينج صفين فيه 150 سياره اوكي. بالوهم. وكتر خير الله من تعبنا وعرق جبيننا بلشنا، انت بتعرف كان بعرف. من بلشنا بالديتيلينج وبالبوليش لحطينا كم سياره لا يعني بلشنا بالاول رانجات صغار وهيك، لا صرنا صح. كتر خير الله من اكثر، يعني عندي فوق ال 150 160 سياره كتر خير الله، وبعدنا عم نتطور اكثر واكثر واكثر. الله يرزقك يا رب. حبيبي نسيب، بدي اياك تخبرني شوي وين كنت انت قبل التوميديا، وين وبشو التوميديا ساعدتك، لانه هي مش توميديا اللي عملت هالشيء. اليوم اذا ما في نسيب ما في هذا النجاح. يعني هي مثل تيم، نحن بنشتغل، بدنا نقول للعالم شو نحن ساعدناك لوصلت. ليك هلا هي صراحه بلشت وقت بلشنا كارلاب، كان الكونسبت تبعنا كان في جروب عندي اصحابي ناس كثير قراب مثل الاخوه انا وياهم، اشتغلنا نحن وياهم سوشيال ميديا، شباب كان بعدهم بلشين جديد، نحن بلشنا جديد كنا شباب عن جد يعطيهم الف عافيه، كان شغلهم كثير يعطيهم انه ألف حلو عافية، والله معنا يرزقهم وكل كمان. شيء. بس وصلنا لمحل انا التارجت كان تبع غير، وانا اوريدي بعرفك، وفي صديق ان كومن كان كثير قريب، جو خوري الاصلي. وجه له تحيه. من وجه له نكست ويك تحيه. عنا تصوير معه لجو. جو كان سبب انه صح. تكبر بعد هالعائله. نسيب هن الشباب اللي كانوا يشتغلوا لك السوشيال ميديا، انا بعرفهم كمان ومن خيرة الاوادم، بس هن ما عندهم الكونسبت اللي تو ميديا كان اللي اشتغلته معك، اللي هي تصوير الفيديوز والطريقه. هن كانوا يعني اخذين غير خط يعني انا كنت بعيد بالسوشيال كثير عن ميديا. اطلع انا احكي وصور، وانا قنعتك بهذا الشيء. فبوب كان وجو كان وفي شخص كمان الجند المجهول. الجند المجهول هو بوجه له الف تحيه. اللي هو فينا خيي نسميه اللي هو خيي، خيك، يعطيه هو ألف عافية. سبب نجاحي بكل صح. شيء كل شيء بحياتي، الله يخليكم لبعض. ودعمي والمرشد اذا بدك بحياتي بكل شيء. هو سبب، كان اكبر سبب بهالنجاح، لانه صح. هو كان عم يمشينا على الطريق وعم اللي وصلنا بيدعمك اللي ويعطيه وصلنا ألف لهلا. عافية. أنا بدي أوجه له تحية، ما بدي أذكر اسمه، هو ما بيحب، بس عن جد اللي ما بيعرفوا لخيك بيجهله. أنا بعرف قد إيه سبورت لإلك، قد إيه فول دعم لنسيب ولكارلاب وللعائلة ولكل شيء. يعطيه ألف عافية. يعني هو هذا الشخص، هلا هن كل العالم بتشوف الايماج صح. اللي وصلنا له هلا من سيارات ومن سكسس ومن كل شيء. نحن كنا وصلنا لمرحله قبل ما افتح المحل وبلش هالسكسس اللي عم بعمله هلا بحياتي، كان كثير بعيد عن اللي هلا وصلنا له نحن. 100%. وانا كنت بعد مخلص جامعه، يعني عامل بزنس بالانطونيه، وبدوني اتوظف بالعائله وكذا، وانا بعيد كثير عن هذا الجو. واجا هذا الشخص كان اللي هو خيي عنده هاي الكونسبت، قال لي شو رايك نفتح، وبلشنا ستيب باي ستيب على اساس انه من محل صغير صرنا نفتح شوي 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 شوي، وفتحنا هالفتحه اللي كانت بومينج اللي هلا عم تعمل حاله بالبلد. مش لانه نحن عم نحكي عن حالنا، مش انا اللي عم بحكي، كل صار العالم عم تحكي. صار كل واحد ما عنده شيء، ما عنده فيوز على البروفايل تبعه بيطلع بيهاجمك، بيطلع بينتقد وبيحكي، صح. بغض النظر عن الكومنتات اللي بنحطه عنده على البروفايل او غيره، او والتشهير كمان هذا الشيء عيب يعني. الواحد والتشهير اللي بلشت فيها ما في، يعني ما في سبب لرد عليهم هول الاخبار، لانه انت اكبر من هيك اصلا. نحن بعاد كثير عن هذا الجو، وبعاد كثير اصلا انه نرد على هيك هالقد فيديوهات. صح. مستوى متدني يعني. صح. صراحه نسيب، بدي اسالك، العالم بتعرف مين بتعرف اكثر، كارلاب او نسيب؟ ليك صراحه هلا العالم اكثر شيء وقت تيجي لهون بس يشوفوني بيضحك، بيسالوا عن نسيب. بيشوفوني بيضحك انه لانه بيشوفونا على الكاميرا وهيك، وكتر خير الله يعني بعد ولا مره زعلنا زبون. صح. لو حتى ايام سياره بنبيعها ات كوست، بس مهم يكون زبون راضي، وهو انتبه الاهم شيء بالبيع، مش البيع والسيارات، خدمة ما بعد البيع، اللي هو السيرفيس اللي عم نقدر نقدمه من بعد البيع، من متابعه، من سيرفيس اللي عم نقدم له اياه للزبون، من غيار زيت، سيرفيس كامل، دقائق زيت للسياره. بعرف. نسيب، عندي سؤال حدا قال لي لاسالك اياه. نسيب ببيض اموال بكارلاب؟ هذا السيت طلع علينا. شو قصه هذه الضحكه؟ شهرت فيها كمان. هيدي هاد الضحكه المستفزه اللي ضغطها كثير ناس. صح. هلا قصه التبييض الاموال طلعت علينا اشاعه، مش شفت كم كومنت انا، كم شغله، بس في حدا كمان صديق مشترك ما راح سميه لانه قال لي ما اقول اسمه، قال لي بليز اساله لنسيب، انا بعرف شو نسيب وشو عائلته وشو اهله، بس انه اساله لنسيب شو قصته مع تبييض الاموال. ليك رح اقول لك شغله انا قلت لك اياها اوريدي وحكيت عنها. قبل ما افتح المحل كنت بمحل عايش حياتي على قدي، وكثر خير الله انا بعرف هالشيء. قال لك فيها كنت اظهر واسهر وكل شيء،
بس مش الحياه اللي عايشينها نحن هلا. عملت بومينج حياتي بسبب شخصين، اللي هو خيي اللي كان هو اول داعم لإلي وسهل لي كل شيء وفتح لي المجال بكل شيء بحياتي، ماديا ونفسيا وكل شيء ومعنويا هيدا ومعنويا. اهم شيء. وعندي شخص تاني اللي هو كان من اول نهار فتحت المحل، وقريبا من الراد ما نخطب انا وياها. هيدي سكوب كبيرة. اللي هي كانت سبب كتير كبير يعني. دعمتك، وقفت حدك. كانت مثل ساين. اول نهار كان الاوبننج تبعي وتعرفت عليها تبع المحل. حلو. وبلشت هالسكسس، وكانت هي اول داعم لإلي كل يوم، ديلي ديلي ديلي، كل يوم كل ما يكون عايز شيء بدي شيء، هي كانت تكون اول شخص حدي. طيب نسيب، بدي اسالك سؤال. اذا بدك تعطي نصيحه لحيلا صاحب بزنس انه يشتغل مثل ما انت بتشتغل، شو النصيحه الوحيده اللي بتعطيها؟ مش ضروري معرض سيارات، شو ما كان، ومتردد ما بده يشتغل بطريقتك، بتصويرك للفيديو، باستفزازك، بكاركتيرك، شو بتعطي نصيحه لهول العالم؟ ليك السوشيال ميديا مثل ما بيقولوا سيف له طرفين، يعني ذو حدين. بوزيتيف ونيجاتيف. البوزيتيف فيها الشهرة اللي بتعملها، الزبونات سيلز بتجيب زبونات هيك وزبونات هيك أكيد. من كل الاشغال في من من كل الاشغال. بس ما حدا يخاف، ما حدا يعطل هم شيء، حدا يتردد. اذا ما اخذت ريسك بحياتك ما بتوصل لمحل. صح. واهم شيء بيناتهم كلهم انه يكون تشتغل مع التوميديا. لك يا عم تسلم. نسيب، مين بتعتبر اقوى منافس لإلك بلبنان بكل صراحه وتجرد؟ لا احكي بكل صراحه بكل وتجرد. صراحه. في كتير معارض كنا لها كل الاحترام، ناس صار لها زمان كتير بالمصلحه، ناس عندها كميه كبيره سيارات. بيطلع كتير حكي بالسوق انه بيقول لك انه هذا المعرض كل سياراته مش لإله من وات ايفر. ما هم وبصير كتير حكي ما هم عندي عم يقروا السيارات، لو مش بصير عندي حكي منه كتير، يعني من هذا الحكي عندي بالمحل. انا رح اقول لك شغله واحده، كل واحد عم بيقدر هلا وقف على اجراه بعد الازمات، وقادر بعد يكفي شغل والدوره الاقتصاديه تبع البلد، ووقف مع الجمرك، وهلا خصوصي انه النافعه عم تكون مواعيدها كتير دقيقه بالتسجيل، صح. وقادر بعد يكفي ويعيش عيال من ورا هالمصلحه. هو شخص ناجح بحياته. مثل ما قلت لك قبل، الله يرزق كل العالم. في كتير 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 معارض كلها خير وبركه وناس خيرة الاوادم، بس ما في منافس إلك خيهم. على السوشيال ميديا اتليست. على السوشيال ميديا لا بعد ما في. صرنا عم نلعب محل تاني كل يوم. هالقد واثق من حالك بالكونتنت أكيد. اللي عم تعمله. اكيد على السوشيال ميديا صرنا عم نلعب محل تاني بعيد كتير عن كل العالم. طيب بدي اعطيك اسمين ثلاثه كمان بنفس الدومين تبعك، بدك هيك بكل صراحه تقول لي اذا هن منافسينك او اذا في علاقه شخصيه انت وياهم، او بتحبهم او ما بتحبهم. اوتو فرانسيس، نقيب اصحاب المعارض. وليد معرفة شخصية بينه وبين الوالد، وهو بيعرف خيي كمان زيادة عن هولي. أنا شخصيا مش كتير قريب منه، بس وليد خيرة الأوادم، زلمة قديم كتير بالمصلحة وناجح، وزلمة سوبر ناجح. مش بس ناجح، لأنه بالنهاية نقيب السيارات المستعملة بلبنان. صح. ووليد يعني سوري، نقيب اصحاب السيارات المستعمله مش اصحاب المعارض. ايه نقيب سيارات أوكي. مستعملة، وزلمة ببيع سيارات عنده بالمعرض مثل عم ببيع بطاطا يعني. طيب الله يرزقه. الله يرزقه يعني. عقبالك. حبيبي. سمير ركان. خي وصديق وحبيب. بحبك سمير. سمير قبل ما اعرفه، يعني قبل ما يبيعك سمير انت ما بتحكي على التليفون بحسك انه هو خيك زياده عن المعرفه الشخصيه اللي بيني وبينه. سمير شيخ الشباب، اللي هو اول واحد كان يطلع يحكي عن السيارات يعني مزبوط. بلبنان. اخر خط لإله سمير، الكونتنت لإله، الرواق، وعامل بيشرح سكسس فيه. ستوري كثير صح، كبيره 100%. سمير، والله يرزقه. بوجه له تحيه كثير كبيره لسمير. الله يرزقك. حبيبي. هذه المره العاشره. لاكجري رنت كار نسيب، شو بدك تخبرني عنه؟ باص تعرفه؟ يعني لي. ما بدك تحكي عنه؟ مش بحاجه تحكي عنه. ما بتعرفه يعني، ما في معرفه. شخص عمل فيديو عنه. هاجمك. شخص هاجمني، عمل فيديو عنه، فاتوا عملوا كومنتات عنده، ما بيعني لي. ما شال الباد كومنتس من عنده. ما بيعني، عمل بالعكس، عمل عليهم لايك، وما بيعني لي الشخص، ومش رح افتح له مجال ياخذ زياده فيوز على ظهري يعني. هلا هو يمكن عمل هيك مثل ما انت قلت لحتى يقب على ظهرك، بس بالنهايه هو بضل اجار وانت بتضل بيع. طيب نسيب، شو الفرق بين تاجر سيارات ناجح وتاجر سيارات ببيع بسعر محروق؟ ليك هلا هو مش كل شيء بيكون سعر محروق بتشوفه بالسوق يعني بيسوى.
بس تقدر تبيع بسعر اللي عم بيعه نحن، بكونوا سياراتك مش مضروبين، صح. ما فيها مشاكل، وقدر تكفر السيارة 6 اشهر وبسعر عم بقدر تنافس فيه. مش نافس احرق السوق فيه. مثل ما كنت دايما اقول انه بدي اخلي كل لبناني يسوق رانجات وبدي احرق سعر السوق. هون ساعتها بتكون انت تاجر ناجح. ولا كومبلين من حيلا زبون عندي اخذ سيارة، ولا مرة سيارة رجعت لعندي. كتر خير الله، كبعدنا كل يوم بنقوم مصلي بايدي على وجهي خيي ومنتكل على ربنا ان شاء الله على طول. وما بنضحك على حدا. طب خيي هي السؤال، اهم شيء. انا بدي اسالك سؤال، شو قصه انا البورصه وانا بحدد السعر؟ اليوم انا بعرف اصحاب معارض، اصحابي واصحابك وانتوراجنا ورفقاتنا، قبل ما يسعر سياره بشوف نسيب شو مسعر شيء مثله، بسعر على اساسها. هيدي ترو ستوري. لخبرك خبريه قال لي هلا. خيي بليز قل له لنسيب كذا حدا ما بقى يقول انا بورصه، صرنا بقى نسعر على تسعيراته، وبمطرح من المطارح ما فيهم يسعروا مثلك. لخبرك خبريه، اجى مره لعندي صديق من العائله، يعني طلع اصحابي كثير، هو بيي بده يشتري سياره. اجى قاعد عندي هون، كان السياره بقى طالعه عن البور. قلت له انطر نص ساعه بتوصل. طلبنا له غدا وقعد انا وياه شي ساعه، مع انه انا مش كثير بحب اخذ واعطي هالقد مع الشخص. على فكره سوري بدي اقطشك، نسيب اللي بتشوفوه على الكاميرا غير نسيب اللي بتشوفوه هون بكارلاب، غير كليا. فطلبنا له غدا، كان هو وبنته وكذا، وقعد هون. وصل الرانج 2019 بعده طالع مثل ما هو. اجى جيب لعندي، قال لي قد ايه بدك فيه؟ قلت له 51,000 نهايته، مع انه بيتسعروا 19 بالسوق 54 و55. قال لي اوكي، رايح اعمل برمج. اجى فحصه الميكانيسيان وقال له خيي ما الزلمه بيعطيك كفاله 6 اشهر وكارلب، انه مش بالضروره افحص من بعده. دور الزلمه وراح عند معرض قريب علي هون، شاف سياره عنده كان عرضها عليه الزلمه ب 59,000. فاستعمل الزلمه انه كان عندي وقال له انه اعطيها ب 51,000. بيقوم بيقول له بعطيك السياره ب 51,000 بس خدها من عندي، لان يعني لتشوف لاي درجه نزل 8,000 بس كمان يروح لي بيعت سياره. انا ما عندي مشكله بهالموضوع، بس طول ما الناس هن التجار السيارات مش عم بيسرقوا العالم ليعملوا ارباح طائله على السيارات، نحن بنربح خي بضمير. يعني انت عم تقول لي انه انا عم برضى بالربح القليل لحتى اعمل كوراج شغل ولحتى ضلني ماشي وبيع اكثر. يعني انت هيدا الاستراتيجيه اللي عم تستعملها. عم بشتغل على استراتيجيه انه ربح قليل، استمراريه على المدى الطويل، والماركتينج اللي عم بقدر اعملها بالسوق والاسم اللي عم بتداول. انتبه، هي الماركتينج شيء كتير مهم ثرو سوشيال ميديا، بس كمان المهم تجيبوش قالوا انه كل العالم كيف عم تحكي بين بعضها وعم تبرم. انه في كذا زبون بيجي لعندي مثلا بيقول لي انه بعتني مثلا هذا الشخص شاري من عندك سياره، نصحوني فيك. انتبه، في كثير ناس بتيجي لعندي ما بتعرفني، بتكون بس بيكون عندها ثقه انه بتوقف دقيقتين قدام السياره بلا ما تفحص بلا شيء، بيقول لي خلص نحن اشتري. صح. اذا في شي تاجر سيارات عم بتشوفه عم بيقلدك بالكونتنت او باسلوبك، شو بتوجه له رساله؟ لانه بلشت تاكي، اكيد ما نجحوا لانه كل شيء تقليد ما بينجح بالنهايه، بس شو بتوصل لهم مسج؟ نحن بمحل وانتم بمحل وكل العالم بمحل. لو وصلنا لدرجه انه تطلب ورانا الام تي في لنطلع نوضح. صح، عملت حلقه كتير حلوه مع جو معلوف، وجه له تحيه كمان وبنشكره. صار جايني كذا زبون من ورا الام تي في لنطلع نوضح عن السيارات المضروبه وكيف عم بيسرقوا العالم. ومن بعد هيدي الحلقه معي صور وكونفرسيشنات مع كذا شخص اجى لعندي لهون على المحل وشاري سيارات وكان مغشوش فيهم، وقال لي خلينا نشوف كيف ما نطلع من هذا الضرب، وساعدني تقدر اشتري سياره من عندك وكون مريح راسي. لانه في كتير تجار يا بوب هالفتره صايره بلا ضمير. في اولاد وعيال عم تطلع بهول السيارات وعلى الطرقات، شي بيكون فلود، شي مكسر ومتحبش السيارات ومطفين الاربيجات، وعم بيطلعوا عم بيبيعون للعالم السيارات. وانتبه بيكونوا مثلا سعرهم يعني اكثر من السياره النظيفه، وبيضحكوا على العالم. هي صارت سرقه يعني على عينك يا تاجر، بيضحكوا على العالم البريئه. فهمت قصدي؟ نسيب سؤال، وقت تطلع بفيديو تقول كلين كارفاكس، بفيديو تاني ما بتقول كلين كارفاكس، يعني انت هالقد صريح مع زبوناتك بتقول لهم هاي السياره كلين كارفاكس وهيدي مش كلين؟ بوب انا اذا ما عملت منشن للسياره انه عندي مش كلين كارفاكس، ما عندي ولا سياره مش كلين 100%. لا قادر روح انا اعطي كفاله 6 اشهر وانا واثق من شو عندك. انا على استعداد. حيلا السياره بتطلع من عندي بتنفحص وين ما بده. هذاك النهار اجى عندي واحد شخص اشترى سياره، قال لي بدي ابعتها مع حدا. بعت شاب من عندي راح معه على 3 جراجات وما فتحت تم عادي، وثلاث جراجات لانه واثق وما قدر جراج يشيل منها عله وحده. ساعتها هون بتعرف سر النجاح طبعا. ان شاء الله على طول.
حبيبي برأيك شو الشيء اللي بيخلي كارلب بيوقف على راس السوق رغم المنافسة من الشمال لجنوب؟ منافسه كبيره، الكومبيتيشن حلوه بالحياه. صح، انا كل أكيد. ما اشوف في كومبيتيشن بتخليني اكتر قوم كل يوم واعطي قد ما فيي واكتر ما فيي. انت جيت لعندي اليوم شفتني على اخر النهار صح، عم بعطي قد ما فيي كرمال لحق نهاري وتخلي كل زبوناتي ساتيسفايد. انتبه بعد عندي بعد هالحلقه بعد عندي شغل، بعطي قد ما فيي كرمال نضل نحن على الامه ونضل قادر كسر السوق بالاسعار أكتر من وخلي هيك كل لبنان لبنان يسوق رنجات. يسوق رنجات. انا مثل ما وعدتك في مفاجآت كبيره. صح. هلا خلصت لكم بالرنجات وهلا جيتهم بالمرسيدسات ومش جي كلاس واحد ولا اثنين ولا ثلاثه. شفنا اسم الله. وقدرنا نوصل لمرحله يا بوب بورش باناميرا 2025 وحده بلبنان. هيدي تينا بتحبها. قبل الشركه اجت لعنا على كارلب وانطلبت منا بالشركه ننزلها كرمال يشوفوها. هون بتشوف سر النجاح تبعنا والاستمراريه اللي عم نقدر نعطيها لزبوناتنا. كله هيدا بفضل شغلنا، بفضل صح. ربنا، بفضل التوميديا. مصداقيتكم. جيت لعندك من يومين عفوا، صورت ستوري انا وياك انه في مفاجأة جديدة. هي المفاجأة كانت تصوير هيدا البودكاست، بس كمية الشير اللي اخذها هيدا الستوري منه فيديو شيء مخيفة، ان كان من عندي وان كان من اكونت التوميديا وان كان من اكونتك وان كان من اكونت كارلاب. هول اللي عم بيعملوا شيرات لهيدي الستوري. انت بالنسبة لك ليه عم بيعملوا شير؟ مبسوطين فيك او انه شوفوا نسيب في شيء عم بيجهزوا؟ مفاجآت رح يضل عندي مفاجآت وجديد. قلت لك سكرنا رنجات، سكرنا مرسيدسات، جي كلاسات. اسم الله هلا بنفرجي الشوروم. اسم الله على الله يبعد الضربات. انا وقت اول مره جيت لعندك نسيب ما كانت هيك الشوروم. ما كان فيها هالقد، كان فيها سيارات كتير بس مش هيدي الكاتيجوري. انا نحكي بكل صراحه. اول ما جيت لعندي وبعدين لوين؟ انا هذا سؤالي. كان بعدها كاتيجوري معينة عم صح. نشتغل فيها وبعدها عندي هالكاتيجوري بس 100%. عنا محل فوق صرت على بنحط فيها البحر. بنحط فيها كل السيارات. كتر خير الله هالاستمرارية وصلتنا نقدر اوصل لاشتغل بهيدي الباز من السيارات. انتبهوا انا بس قبل ما بلش كارلب كنت اوريدي اشتغل بالسيارات 100%. وكان عندي بيج. يعني مش نحن جينا خلقنا امبارح بالمصلحة. صح. وكنا نبيع فراريات وكنا نبيع صح. رنجات وكنا نبيع جي كلاسات. بس بلشنا كارلب كانت حلم بتحقق بالنسبة لإلي. مزبوط. الناس اللي بتشوفه على السوشيال ميديا منا هذه هي كل الحياة اللي نحن بنعيشها. اكيد. يعني اللي ما بيعرف انا كيف بعيش بعدني لهلا عندي صوفا بد بمكتبي بنام بقلب المكتب. انا بشهد. وبقوم على مكتبي بتأرجل فوق. وبتحمم بقلب مكتبي. صح. وبضل لتابع وسهران على مصلحتي. كمان قدرنا نوصل لسر هذا النجاح وبعدنا نحن مبلشين. يعني بعدها ماشي في ناس بعد وصلت اكتر واكتر. الله يرزق كل العالم مثل بعدنا ما قلت بأول لك من الطريق. قبل وبعدنا مكفين الله رد. طيب من بعد الجي كلاسات هيدا انا سأل يعني في شي 10 او 15 حدا عمل لي ريبلاي على هيدي الستوري انه شو نسيب مجهز من بعد الجي كلاسات، لانه شافوا انت نزلت كم فيديو بكم جي كلاس وفي كتير بعدهم ما شافوهم العالم. هلا رح نفرجي هيك مرقه بالشوروم. هلا انت وعندي وصلت اول مفاجأة. شفتها حلوه كتير اسم الله. جي كلاس 800 برابلز، سيارة كتير نادرة تلاقيها بلبنان. وهلا بعدنا عم نكفي بلشناهم بالبورش باناميرا والجي كلاس 800 وبعد الخير لقدام من الله راد قريبا في مفاجآت كتير 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 كبيرة. في شيء للبحر كنا عم نقول بدنا نعمل كونتنت نحكي عنه وبنتركه سيربريز. هلا هذا سيربريز تبع البحر. هذا بنتركه سيربريز. يعني ارضا جوا بحرا. نسيب بتندم على شي مرة بعت فيها سيارة؟ يعني قلت بينك بين حالك يا ريت انا هالسيارة ما بعتها بهيدا السعر او يا ريت اخذتها لإلي؟ ولا مرة بحياتي. ولا مرة خليت شي بعينك؟ ولا مرة خليت شي بعيني لانه بس شخص عم ليك تبي صارت معي مرة قصة. بعت سيارة كانت ربحانة شي 1500 دولار. كان بدها غير دوليب غيرت له قد الدوليب ما بناخد نحن منك نص شهر. وكان بدها مفتاح تاني وعملت له ويقول لي خيي بس تعمل له اياه شو بك ما رح تخسر السيارة. قلت له اتركهم مبين عليه زلمة خواجة انا بعرف رح يرجع. الزلمة اشترى من عنده وطرنج تاني نهار جاب ابن اخته واشترى من عندي مرسيدس. صارت كل عائلته سايقين سيارات. هيدي خدمة قبل البيع وخلال البيع وبعد البيع. الزبون بيجيب لك 10 وال10 بيجيبوا 100. الحياة مش كلها يعني مش كل شخص فيك تقعد معه بدك تربح منه. أكيد. بالنهاية ما لنا فاتحين كاريتاس اكيد عم أكيد. بربح بس أكيد. عم نحط مارج
مش خياليه على السيارات. لا تشيل كوستك، لا تشيل كوست موظفينك اللي ما بيعرف نحن عنا هون بالمحل خي 8 موظفين. صح. لان الاستمراريه هي عندي اهم شيء. طيب سؤال، انا الي 20 سنه تقريبا او 15 سنه بسوق جيب فيمات، ما بدنا نعطي عن مين كنا نفيم، حدا مشهور. اجا نسيب فتح كارلاب نزل فيديو عن الاكسبال. انا بورصه الاكسبال بلبنان. انا بورصه الاكسبال، وانا الاكسبال اللي بجيبه، وتفرجي انت عندك 70 80 100 علبه اكسبال. قد ما وصلت معه لدرجه الاكسبال انه مضغوطين من قديش عندي كميه، راحوا عند الوكيل يصوروا فيديو عنده شفت بالهانجار يدلوا على الكرياتين. انا هذا حكي كله ما بفيد. ولا مره عبرت حالة شخص غيري بيشتغل مصلحه. وانتبه في ناس كثير قريبه صح. كانت علي فتحت جراجات سيارات وجابوا صاروا جمعوا بعض 3 4 كمان صوروا ستوريات فول هاوس ومدري شو. هو كلهم ما بيعنوني. لا ونحن مش بنايتي كلوب لنحط فول هاوس يعني. صاروا هو كلهم ما بيعنوني بوب. نحن صرنا بمحل عم بشتغل على سكيل كثير عاليه. اكسبال عم نعطي عليها جارانتي. بس اجمل فيما هيدي مش بوجهك، اجمل فيما بيركب على سياره هو عن نسيب. الله يزيد من هالمحلات، والله الله يزيد من هالمحلات الحياه اللي ما لها عازه لحتى تضل يشتغل من وراهم وانت ترجع تشتغل من وراهم. تضل يشتغل من وراهم. انا هيك بقول بالتوميديا. انا هذيك مره بعتين لي سكرين شوت 30 ريل 30 بوست 30 ستوري ب $200. قلت لهم انا هول العالم بدعمهم لحتى يفشلوا، لحتى يفلوا من عندهم يجوا يشتغلوا معي. نحطهم جلسه تصوير عن جد. شو جلسه تصوير هون حطهم. نسيب، اذا بدك توصف اسلوبك بالمحتوى بكلمه واحده، شو بتقلي لإلي وللي عم يحضروك هلا؟ بصراحه مستفز، ناجح، سئيل، ناجح، ناجح. سئيل. حضرت ستوري حدا حكى عنه هذا صح، الموضوع. وكرمال هيك عم بسألك انا. هو بالنسبه له انا هيك بس ماركتينج زي جود ماركتينج. بس نزل لي اياه للفيديو ووصلنا عليو الفولورز اصلا عندك. وصلنا شي 150 فورورد عليه بعد اخر. لا انا ما بلاقي شيء عاطل، هاي بكل صراحه. بالنسبه لي المونو شيء عاطل عادي. انه فيك تنتقد بس انه بالنهايه كل واحد عنده رايه بالحياه. صح 100%. برايك شو الفرق بين كونتنت تبع كارلاب وباقي المعارض اللي هن مش كتار بيعملوا كونتنت؟ شو هو الفرق الوحيد؟ نسيب او غير شيء؟ خي كان عندنا الجرأة انه تكون من شخص بعيد كثير عن الكاميرا. صح. لشخص قادر يطلع قدام. يعني بتعرف انت السوشيال ميديا اذا بتفوت تقرا الكومنتات بيوصلوا يسبوا لك امك واختك وعائلتك. هذا اللي ما بيعرف يستعمل السوشيال ميديا. قصة فلاسفة كتير بيطلع بيصيروا ينتقدوا عن السيارات. اللي ما بيفهم بالمصلحة ما يطلع ينتقد ويحكي على الفاضي. بس انا بالعكس بنبسط فيهم الكومنتات، بيزيدوا لي الكومنتات والريفيوز عندي. ايه بس نحن اكيد ضد التشهير وضد الكرامات. انه بالنهايه انت حر، اذا عندك جي كلاس حقه $300,000 حر تبيعه ب$20,000، ما حدا له معك. ليه بدها تنسب الام والاخت والعرض؟ يعني هول عالم ما عندهم ثقافه انه يستعملوا السوشيال ميديا. عادة تعودنا عليهم. ايه بعرف، بس انه هذا شيء منه حلو ابدا. نسيب، بتشوف انه الكونتنت اللي انت عملته هو سبب رئيسي بنجاحك او في كذا عامل غير الكونتنت؟ ليك مثل ما قلت لك من قبل، سبب رئيسي لنجاحي كان اول شيء بيكون عندك مايند سيت مختلفه كليا. لما يكون كل الفوكس تبعك شغلك، صح، المستقبل اللي عم بأسسه، بالنهايه انه قادم على مستحقات كبيره على زواج. اللي قدرت اوصل لهي الكونتنت تو ميديا. اول شيء شخص اسمه بوب اللي بعدني لهلا لو كانت الساعه 2 بالليل مش بوجهك يعني كل العالم تعرف وحتى القراب مني انه بعدها لو الساعه 2 بالليل عندي كومنت على حالة شيء عم ينشغل بالشركه. صح. بعمل منشن عليها على الجروب بدقيقتين بيكون رد علي. صح. بوب بيعرف اول ما بلشت السكسس ستوري قديش في ناس جربوا ياخذوا الاكونت، وقديش في ناس جربوا 3 4 مرات يعملوا لي بان على الاكونت وعلى البيرسونال اكونت تبعي. هيدي مع توميديا ما بيمشي الحال. وعلى البيرسونال اكونت تبعي كرمال يحاربونا بهيدي الطريقه، بس ما حدا طلع له وماشي ومقلع كتر خير الله. انا بدي اقول شيء انه النجاح اللي عم نحكي عنه تبعك نسيب هو بخصنا نحن شركاء فيك. انا اجى واحد مره سالني قال لي انت شريك بكارلاب؟ قلت له ايه شريك. قال لي بشو؟ بالسيارات؟ قلت له لا بالنجاح. يعني انا بقول عن حالي انا شريك بالنجاح لنسيب، ونسيب شريك كتير قوي بنجاح توميديا، لانه انا بعرف وانا خصوصي بعرف انت يعني مين ما يسالك مع مين عم تشتغل دغري بتعطي رقمنا، بتحكينا، اهتم فيهم.
وبعرف كم زبون اجى من وراك على التو ميديا، وحتى مش من وراك شخصيا، اذا حدا عم يشوفك لإلك على السوشيال ميديا عم يدق يسأل، انت دغري بتعطيهم الكونتاكت تبعنا. بتلاقي هيدي الشراكة مش بين تو ميديا وكارلا، بين حيلا اثنين مهمة. ليك لحكيك شغله، العالم بتحب تشتغل معي اللي هن الميكانيسيين اللي بيصلحوا لي السيارات وبغير لي دواليب بدومين شغلك كله بكل دومين شغلي. انا بس اكون مبسوط مع شخص ما بغير. صح. وحتى نسيب انت اوقات بتشيل التليفون بتقول لي انا هون ما بدي هيك، يعني انت حدا بتتابع فولو اب، مش انه ايه يلا نزل الفيديو. اوقات نحن بنغلط اغلاط مع نسيب، بشيل نسيب التليفون، لا انا هاي مش مسموحه، مش انه ايه خلص لانه هو مشهور صار مشهور بينسى. كثير عندك فولو اب، هذا الشيء كثير حلو. يعني نحن اول شيء عندنا متابعه كتير قويه على شغلنا، صح. من اداء تفاصيل، صح. يعني بعد هلا ما بتتسلم سياره عندي بقسم الديتيلينج وهيك الا ما انا اطلع شيك عليها وشوف اداء التفاصيل فيها قبل ما اسلمها. قد ايه عم تاخذ على الديتيلينج؟ اخي هول بطلع بشوف في شيء اوفر هلا كرمال تو توكس بودكاست. ليك ما عم شوف افراد خي عم حطوهم بالسوق ب 60 و 70 دولار، بقاش بيحرقوا الفرش وبرجع ما نصلح من وراهم. نحن مشينا على ستاندرد معينه، البرودكتس اللي عم نستعملها فيري هاي اند، صح. شغيل اللي عندي فيري بروفيشنال، بعدنا عم بقدر اكبر بفضل هالعائله اللي عندي بيشتغلوا معي بالمحل. نسيب سؤال، انا بذكر اول ما بلشنا كنا كتير نفوكس على الديتيلينج قبل ما تكبر انت الشو روم وتاخد فوق ويصير عندك اسم الله عدد كبير. فرخ هيك كم شبان 3 بقصة الديتيلينج. اذا بتذكر هاي من شي سنة تقريبا او اقل شوي، ليك اختفوا. وين صاروا؟ ليش نسيب ما خلى حدا يقب راسه بهيدي المصلحة، او نسيب عطى اسعار حرق السوق ما بقى حدا قدر يربح؟ في شخص بعرفه اذا بيشتغل بالمصلحة واجى لعندي نهار على الاوبننج وشاف المحل عندي وهيك، وصار يروح يحكي انه بكره بسكر مدري شو. هو شخص بيضل يتنقل محلات وهيك، بقوم يعمل ديتيلينج ب 60 دولار وبيقوم فبيطلع بفيديو بيقول خلصنا رانجات وهلا جيتكم من مرسيدس جاي اللي هو بيقطع عندي عادي يعني كل يوم. عندك اصلا هلا 2 فوق شفت بنفس نهار وكانت ستوري عندي بالمحل 3 سوبر كارز تحت عم بينشغلوا، انا ماني بحاجه لاطلع رد على السوشيال ميديا، صح. او الحق الحكي اللي عم ينحكى بالسوق او ينعمل ديتيلينج. انت بترد بشغلك نسيب. انا برد بشغلي اول شيء وبزبونات الفيدباك تبعهم اللي عم بيعطونا اياهم. اوكي نحن شوي انه في ناس بتعتبرها انه شوي غالي سعر الديتيلينج والبولش عندي، بس للسيرفيس اللي عم تاخده، لانه مثل ما كنت اطلع بالفيديوهات اقول انا اللي بحط المرايات على السيارات، صح. وانا اللي بردها 0 كيلومتر. كنت تحط جل على بوز السياره. كنا نطلع لهم مرايه على السيارات، صح. كريستال، فكل شيء بحقه بالنهايه، صح. شو الخط الاحمر يلي ما بتسمح لحدا من منافسينك انه يتجاوزوا معك؟ هيدا اذا في منافسين ما بعرف. كل شيء مسموح عندي الا شغله واحده، انه حدا يقرب على عائله او على الكرامه او على الشغل بالتشهير. شفت كثير كومنتات عم يطلعوا او عم ينحكى انه خص سيارات مش لإلك مش في حاجه اطلع رد على السخافات، انه كل حدا بغار وعينه ضايقه على شغل غيره وحسود. بالنسبه لي رح يضل ينتقد، انا ماني هون لارضي كل العالم، صح. وماني اب روحي لارشد كل العالم عادي. نسيب، اذا نسيب بدك تسمي حالك على اسم سياره، شو كان اسمك غير نسيب؟ شو كان اسمه غير نسيب؟ يعني يلحق كل العمر هذا الاسم، بس ماركة سيارة. كيف بيقول لك مثلا روز رويز تبع السيارات، نفس الشيء. كنت بتسمي حالك رولز رويز؟ لا لانك فخم. مش بس فخم، ما قلت لك انا امبراطور السيارات بلبنان. هيدي جديدة، هيدي هلا بدنا نبلش نسوق لها على نطاق عالي. يعني صار في زبونات تيجي لعندي شو يا امبراطور شو يا بورصة. هيك نسيب حابب اعرف منك شو اكبر هيك شيء تحدي واجهته بهيدي المصلحة؟ اول ما بلشت كان في تحدي كتير كبير عندي لاطلع اعمل هالبوش. اول شغله اطلع احكي على السوشيال ميديا، اول شغله هيدي عذبتنا كتير شي جلستين 3. وتاني شغله كان في عذبني انه عم تفوت على شيء يعني يا ضربه بتروح فيها كل حياتك، صح. يا بتنزل. انت بتعرف انه هالمصلحه فيها مصاريف كوست عالي، كوستها كتير عاليه. يعني مش عم تفتح سناك نهار بتبيعه، عم تفتح محل مكلف يعني ملايين، فما فيك تلعب لا شمال ولا يمين، وحيلا فوبا بيجيبك تحت الارض الدغري. اول سياره بعتها بتذكر شو هي؟ من قبل اول سياره بعتها كانت
هون بالمعرض. هون. ايه اول زبون كان عندي اول نهار فتحت المحل، كان بعده على الاوبننج، كان كيا سبورتج. قد ايه عملت فيه ربح؟ خلي هلا يحضرك ويعرف. شي $500. ماشي مقبول سبب. لا ما كان طلعت اول الكيترينج تبع الاوبننج فيها. قلت له هسه افتتاحيه فيك أنا. كان اول زبون عندي بالمحل. ورجع هذا بعده شخص قريب كتير وجاب لنا كادو وقتها برينتر على المحل. هيدا بنوجه له تحيه. يعني ربحناهم من هون، كرمال- ربحناهم من البرينتر. كرمال لي برينتر. ليك نسيب سؤال عن جد هلا، مأخوذ عليك صيت انه نسيب بيطلع بيعمل اوفرات على السوشيال ميديا، بس على ارض الواقع غير السيارات اللي عمل عليهم اوفرات عنده سيارات كتير غالية. مش انه عم نقول السيارة اللي بتعمل عليها اوفر هذا سعرها وبعرف هالشي، بس انا كذا حدا قايل لي وحاطط كومنتات لعالم انه رحنا لعندك انه اوكي عندك سيارات عم تعمل عليها اوفرات بس القسم الاكبر اللي هن لكجري كارز كتير غاليين، شو السبب؟ اول شيء هلا اخر فتره كل التجار بيعرفوا صار صعب تلقى سيارات برا، عم تدفع حقها غالي صارت. صح. خصوصا اذا كانت لو مايلج وكلين كار فوكس. عم تحكي لو مايلج يعني عندي سيارات تحت بالشوروم مثل ما بسميهم الاكرام دول الاكرام 20,000 مايل و30,000 مايل. هيك سياره صعبه كثير تلقطها برا لما بتدفع حقها غالي. ناطرتها 3 اشهر لتوصل لهون وتظبطها وتعرضها عندك بالشوروم. يعني عم توقف سيارتك مصرياتك 3-4 اشهر. منهم انه على الاقل تعمل شوي عليها ربح، كمان طلع لك مصاريفك وربحك. ليك اذا بدك تعمل فيديو كولاب انت وحدا من نفس مصلحتك مين بتنقي؟ سمير كان. ليه؟ لانه شخصيتك شيء شخصيته شيء لسمير. سمير كان انت يمكن الشخص الوحيد اللي بتعرفه، بس نزلت الفيديوهات زي ما كنت كتير قريب منه، وهون عن جد كنا له كل الاحترام. كان هو بامريكا ودق لي وقتها صح. وقال لي بهنيك على هالكونتنت الحلو وكفي مثل ما انت ماشي، وشخص كتير ليك سمير سوبر ما محزم. عنده حدا ما بحبه. انت عندك ناس ما بتحبه. ثلاث ارباع العالم، لانه انت مستفز. سمير منه هيك. بتعمل فيديو انت وياك ولا بتقبل؟ ما عندي مشكله. انا مره قلت له بدنا نعمل شيء نحن وياك ونسيب، قال لي انت حرفيا قال لي اطبخها وقلنا وانا جاهز. وهي كانت اصلا مره كمان كنا عم نحكي نحن وياه وقال لي انه ما عندي مشكله اطلع معك بودكاست او شيء. طيب اذا بدنا نعمل اعلان جريء كتير، فيديو جريء كتير كتير كتير، اذا انا قلت لك انا رادي اليوم نحن والتيم نعمل لك اجرأ فيديو ممكن حدا يشوفه على السوشيال ميديا، انت شو بتحط له فكره لهذا الفيديو؟ صعب كثير. ليك انا حدا كثير جريء، بحب المغامرات وبطحش واخر انت ما عندك سقف يعني بتقول لي اعملوا اللي بدكم اياه. ليك انا عملت بيضه نسيب بسياره سبور كار، ما بعرف زي شو كانت البورش ووقفتها على بيضه على ايستر، عمل خضه هذا الفيديو. هذا كان هيك معايد صغيره من كارلاب للفولورز. هون كان معايده عم بعيد هالعائله اللي قدرت من ورا زبوناتنا يوصلونا لهون. انا بحب الجرأة، بحب التحديات بالحياه، لو ما بحب التحديات ما كنت قدرت اوصل لهون. تو ميديا دائما محضرت لي مفاجآت كثير كبيره الحمد لله. وهذا الكونتنت كله لانه بفضلك نسيب، مش بوجهك انت حدا ما عندك سقف. نحن في بمطارح في زبونات بنحس حالنا مكلبجين، ما بنقدر ناخذ راحتنا. انا بعرف انه انت شو ما نطرح عليك افكار بتقلي عمول، يعني انت سقفك عالي بهيدا الموضوع. بدي لك لك شغله، هذا التحدي انا اخذته على حالي. هاي اول مره بحكي هذا الموضوع وناس كثير قليل اللي بتعرفوا عني. انا من قبل كان عندي شركه فاليه قبل ما بلش بالهيدا، وكان بشركه الفاليه انا وخيي. بعدين انا كنت اسهر كثير ومصروف قد ما بدك وهذا. خيي عقلاته كثير نظامي وحسابات وكذا، موعد وموعد. وحسابات وكذا. انفصلنا، صرت انا عندي محلات ومحلات. هو قلت انه يقولوا له اهلي انه كيف ما كيف، لهم اتركوه بكره بده يقشط وانا بدي لمه. تركني. فبس اشط بالهيدا هو كان شالني من الموضوع. كان السند لإلي. هو الشخص اللي كان فلي علمي، يعني فت على الجامعة من وراه بفضله. دمعت نسيب. هذا شخص الله يخليكم لبعض. الشخص الوحيد انا بعرف قد ايه، يا ريت فيني اقول الاسم بس هو ما بحب. انا بعرف قد ايه حنون وقد ايه بحبك وبحب مصلحته وبحب عائلته كثير. الشخص الوحيد اللي مثل ما انا كل شغيله عندي بعثوا لي معلم. هي الشخص الوحيد اللي بقول لك هذا المعلم، معلمي وسندي وتاج راسي وحبيب قلبي.
يعني شو ما بقدم له بهالحياه قليل عليه، لانه هذا شخص كثير عزيز علي. انا اول ما حكينا جو قال لي انه بدنا نقعد نحن ونسيب، قلت له انه انت عم تتوسط لي يا جو مع نسيب بعرفه من زمان. قال لي يا خي ما تقعد مع نسيب، اقعد مع خيو. هيدا اول قعده كانت هون بهيدا المكتب الحلو. بوقتها انا حسيت قد ايه كان عملوا كل شيء كرمال نسيب ينجح، يعني قال لي اياها حرفيا هيدي الكلمه. وبعده انا لهلا بذكر يعني انتبه، بس بلشت بس خلصت جامعتي هو اللي فتح هذا الكونسبت وكانت فكره بيني وبينه وقلعنا، وبعده لهلا كل يوم هو البوش وهو السند بالحياه وهو كل شيء. اصلا احلى قعده هونيك بقعده براقب تحت وفوق وعلى الكاميرايات وكل هذا شيء. الشخص شو ما بعمل له بحياتي ما بتصل بوفي. اليوم تصور فيديو جريء انت وياه. لا ما في يطلع. مش هو مش هلا ليتر اون وقت يصير عنده ظرف يقدر يطلع فيه بفيديو ان شاء الله تعمل فيديو جريء معه، يعني بتشجعه لانه هو شجعك لتعمل هيك. ان شاء الله هو شو ما يكون بده بالحياه ما بتقول له لا رح كون هو شبينك. ايه اكيد هذا هذا شيء تحصيل ممنوع يعني. حاصل. لكن انتبه، غير انه ليوناردو في صبيه اللي بحكي انا وياها وقريبا انه تصير اوفيشال امور بيني وبينها. مع كل فشخه ناقصه وقول انه خلص انه السوشيال ميديا وتشوف فيه الكومنتات. السوشيال ميديا متعب كتير، وتشوف فيه الكومنتات وتشوف انه في ناس عم تفوت لعندها على البروفايل تبعها وهيك صح. وهي انا على كانت طول بدي البوش. اتشك نسيم. انا كتير بمطارح ما بحب نزل ستوري انا ومرتي او اعمل لها منشن كرمال هيدا الموضوع واللي كتير عالم ما بتفهمه، بس ليفوتوا يشوفوا ويفوتوا يعملوا فولوات ويفوتوا يعملوا كومنتات بتشبه وجههم وبتشبه ثقافتهم. هذا موضوع كمان يعني اللي نحن البنات اللي بحياتنا او كانت اللي رح تصير خطيبتك او مرتي او اخواتنا او اماتنا لازم يفهمونا بهذا الموضوع. خي مجتمع هيك يعني للاسف في ناس عائلتها كثير محدودين ما بيفهموا انه بالنسبه لك لعرضك خط احمر. صح. بالنسبه صح. بتوجه لها تحيه، بتعمل معها فيديو يوم من الايام؟ لا ما بحب اطلع على السوشيال أبداً؟ هي ما بتحب تطلع على السوشيال ميديا. وانت ما بتحب؟ ما بحب شغل ريليشن شيب على جنب بالحياه. نسيب، شو يلي خلى الشغل معنا يستمر مع نسيب؟ شو الشيء اللي خلى شغلنا سوا ديديكيشن يستمر؟ تبعكم، ديديكيشن من الطرفين. والفولو اب صراحه فولو اب منك مخيف. ومنا نحن. فولو اب مخيف. ما يزعل نسيب في فويسات، يعني انا مستعد حتى على مهم ما يزعل نسيب. صراحة. كان هذا الفويس اللي دايما بيبعته بوب، اللي هي صح. كان هلو يوقف بدي. معي ضد اخته اللي هي مستلمه الاكونت مش تبعي. بس ضد، مش لانه اختي او مرتي او حدا من التيم، انا بوقف مع الحقها بكل صراحه. كل العالم تعرف عني انا انه اذا حدا من التوميديا غلط بياكل نصيبه، بس كمان اذا حدا من تاني ميلي غلط انا اهون شيء عندي فلي الزبون من الشركه. انت بتعرف يعني بعرف. وبتعرف كتير عالم كانوا يشتغلوا معي وانت بتعرفهم. الكلمه الوحيده اللي بقول لهم اياها استوري ما شفتوا منها دغري لفت ذا جروب يا دار ما دخلك ويا شر. دار ما دخلك شر. انت في سكسس ستوري نحن معلقين فيها معك، ليك هذا شيء حلو. في كتير ناس بتحب تقطف النجاح انه على ظهر غيرها. 100% انت مش قطفت النجاح، انت كنت سبب بهذا النجاح. كنت شريك فيه. وشريك وخي وفرد ما من في العائله وكفات معنا. وبعد الديديكيشن اللي بتحطها انت ومسافر تحكيني وبس تجي على لبنان. وهيدي فكره البودكاست معي. اول حلقه طلعت انت شجعتني عليها. انا لكون صريح، نسيب من يومين جيت لعنده قال لي بدنا نعمل بودكاست، قلت له دان. انت شجعتني عليها، انا كنت كتير بعيد عن هذا الموضوع. هلا هو البودكاست طلعت فكرته لانه بدنا نطلع نرد عن كل شيء عم صح. ينحكى على السوشيال ميديا ونوضح هالفكره انه فيك تهاجمنا قد ما بدك على السوشيال ميديا فيك وتطلع تطلع تعمل فيديوهات ويعملوا لي منشن بفيديوهات وكارلب لحضال مكفي ولحضال بورصه الرنجات وامبراطور السيارات بلبنان ولحضال اعمل هسه تحدد السعر رح تضلك هيك. لحضال نحدد سعر السيارات بلبنان ولحضال اعمل مفاجآت كبيره لحضال هالعائله اللي كتير كبيره عم تكبر بعد اكثر واكثر واكثر. وانتبه في من هالعائله ناس، في كتير ناس بتحلم انه يفوتوا لعندهم على المعرض بيشتروا مني سيارات على التليفون، ناس مشاهير وغيرها. وبعدنا رح نضل مكفين بهذا السكسس اللي عم نعمله ونرضي كل العالم بفضلكم، بفضل توميديا، بفضل الله كمان. و6 مانث وارنتي اللي ضغطها كل العالم. مش هغيرها، يمكن توصل لسنه على السيارة. عملنا فيديو على السياره على سنه مرسيدس GLA
مفاجآت كتير كبيرة ناطرتكم. باذن الله. ميرسي كتير لإلك وعلى الحلقة اللي كتير حلوة. نسيب يعني. انت مثل ما قلت قبل شوي عم بقطشك كمان سوري، انت خي، انت شريك بالنجاح، انا شريك بنجاحك وانت شريك كبير بنجاح التوميديا، لانه انا بعرف قد ايه انت بتعطي فاليو لشغلك وقد ايه بتعطي فاليو لشغلنا. هذا شيء كتير عالم منا مثقفه على السوشيال ميديا ما بيعرفوه. انا كان لي الشرف انه اكون اول حلقه عم تطلع هي من هون وبقلب مكتبك، وانا مكتبك اصريت هذا. يكون هون التصوير مش بالاستوديو عنا، لحتى نفرجي شخصيته لنسيب، نفرجي قد ايه هو انسان طموح، قد ايه انسان ناجح، قد ايه انسان بيحب شغله وبيعمل فولو اب على شغله. واكبر دليل هلا صارت الساعه 8 انت بعدك هون، وبعرف انه بتبقى ل 11 و12 واوقات كتير بتنام هون ما بتطلع على البيت. هذا مكتبك أول شيء. بدي أوجه شكر كتير كبير لإلك، للتوميديا، ثانك يو. لعائلتي، لخيي، لخطيبتي المستقبلية. انا هلا صرت اتمنى يكون خيك معنا بشي حلقه. حبيب قلبي. ولهالعائلة اللي كتير كبيرة، لزبوناتنا اللي عم بحطوا ثقتهم فينا. وحلقة كتير حلوة، بدي اتشكرك. ومحلك هيدا ان شاء الله العالم تحبه. ومكتبك بس اخر سؤال، شو قصة التقسيط الفيديو اللي عملته انت انه صرنا عم نقسط؟ خيي بس هذا نسيت اسألك اياه بالحلقة. حساب فريش ببلوم او مطين معاشهم ببلوم بانك. بس يحكوا لي فايدة 8% من سنة ل5 سنين دفعوا ل 30%. هاي غير هيك ما في شيء. قد هلا ايه اجاك يعني. كولز من ورا؟ انا شفت وقتها لا قدرنا نوصل لبلوم بانك، يكون معرضين او 3 بلبنان قادرين نقسط معهم. هون بتعرف ثقة العالم فينا وثقة البنوك اللي اصعب شيء تقدر تتعامل معهم. صح. هون بتحدد السكسس وقد ايه نسيب ناجح وقد ايه كارلاب ناجح. كتر خير. يور تراستد نمبر 1 كارلاب. كارلاب.